ازاي خسيت من 117 كيلو ل 85 كيلو من غير ما احرم نفسي من اي اكل، من غير ما امشي على اي نظام غذائي، ومن غير ولا جيم ولا رياضة. والاهم من ده كله، ازاي فضلت ثابتة على الوزن ده من غير ما ارجع اتخن تاني؟ لان بتكون هي دي المصيبة الكبرى، ان لو خسيت قوي مرة واحدة ورجعت اتخنت تاني مرة واحدة من غير ما تلاقي فيه رهرطة، من غير ما الجسم يدلدل، قسما بالله انت هتلاقي بطنك لزقت في ظهرك. انا والدة مرتين قيصري، ماشي؟ طبعا الكلام ده ستات كتير هتسمعها تقول لي ايه ده يا سهى، ده الكلام اللي انت بتقوليه ده ولا في الاحلام؟ لا، الحلم ساعات بيتحقق يا اختي عادي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في قناتي التانية اللي موضوعاتها كلها هتكون بناء على طلباتكم انتوا وكومنتاتكم انتوا، وباذن الله مش هنسيب مشكلة عند اي واحدة فينا غير لما نكون كلنا متكلمين فيها مع بعض وشايفين لها حل. طب وده هيحصل ازاي يا سهى؟ من خلال الكومنتات. اليوتيوب الله يستره عمل لنا ميزة جديدة ان اقدر ارد عليكم بتسجيلات صوتية، وهو ده ان شاء الله اللي هنعمله في القناة دي. يا رب بس قدرني واعرف ارد على كومنتاتكم كلها. ما تتخيلوش متحمسة للموضوع ده قد ايه، لان انتوا حقيقي زي اخواتي بالظبط. فهيكون بقى في رغي للركب يا لهوي في الفيديوهات وفي الكومنتات، وهنقعد قعدات مصطبة كتير قوي. يعني ما عندكيش ولا اصحاب ولا اخوات؟ خش في حضن اخوك يا فواز، كلنا يا قلب اختك اخواتك واصحابك. المهم بقى عشان ما اطولش عليكم، ازاي حققت المعادله الصعبه دي ان اخس من غير حرمان ولا نظام غذائي، ولا اني افضل اكسر في عظمي في رياضه وجيم. ده كمان لما اجي اخس ما يبقاش عندي رهرطه كتير في جسمي وابقى مشدوده كده. وقبل ده كله ازاي ما ارجعش اتخن تاني؟ يعني لو انت عروسه وداخله على جواز، تعالي اسمعي الكلمتين دول والحقي نفسك بسرعه. خلينا بس مبدئيا كده نكون متفقين على نقطتين مهمين. لو انت واحدة حريقة في الحوادق، فاللي انا هقوله ده هيكون صعب جدا انه يظبط معاكي الا لو قللتي من الحوادق اللي انت بتاكليها، لان حرفيا جسمك اكتر من ما هو مليان دهون هو مليان ميه، لان الاملاح بتعمل ميه في الجسم، بتزود الميه في الجسم، بتعمل احتباس سوائل. فالكلام اللي انا هقوله هنا ده هيشتغل على الدهون اكتر من السوائل اللي في الجسم. علاج السوائل اللي في الجسم هو اني اشرب ميه كتير واخف حوادق. تاني حاجة بقى وتاني نقطة هنتكلم فيها ولازم نكون متفقين فيها برضو مع بعض. انت هتخسي والكيلو اللي هتخسيه اقسم بالله ما هتطلعيه تاني ابدا لو كلتي اكل الدنيا كله. لكن الكيلو ده هينزل على مهله، هينزل بالراحة. بص يا ستي، انا في بيتي هنا تقليدية جدا في اكلي، عارفة اكل مامتي ومامتك، ستي وستك، هو ده اكلي. صينية البطاطس جنب الملوخية والرز والبتنجان المخلل، الطبيخ، الفتة، العدس، الكلام ده اللي هو الاكل العادي، الاكل مش الحاجات الجديدة اللي طلعت والحاجات اللي فيها افتكاسات. لا، انا تقليدية جدا في اكلي. مش بس كده، ده انا كمان بميل للاكل الشعبي اكتر واكل النشويات. انا حريقة نشويات ودهون، وهي دي كانت المصيبة، ان انا بعشق المكرونات والرز والعيش، وحطي تحت ايدي ليا ضاني انا كنت باكلها بالشوكة وهي متحمرة، باكل فيها وبدوس فيها. انا بعشق النخاع بتاع الكوارع. حطي تحت ايدي سمنة بلدي، اكلها بالمعلقه ما احسش بنفسي، ممكن اخلص قالب كده وانا قاعده. والله العظيم زي ما بقولك كده، بعشق الزيت، بعشق الدهون. هقولك عملت ايه. يعني انا مثلا النهارده فطاري الفطار الشعبي العادي اللي هو فول وطعميه وبتنجان وجبنه قديمه والكلام ده كله، كلت معاهم، اكلت من نفس اكلهم. بس كان الطبيعي بتاعي كنت باكل رغيفين عيش، انا خليتهم رغيف واحد بس. وقبل ما اكل الرغيف ده وانا برص الصينيه بتاعت الاكل او خلاص بحط الاطباق اني خلاص هقعد وهاكل، امسك عارفه مج الشاي بلبن الكبير، المج اللي هو الكبير اللي بيشيل حوالي اكتر من ربع كيلو سوائل ده، انا بملاه ميه واشربه قبل اي طقه اكل.
بعمل كده ليه؟ علشان املى حيز كبير من المعده، ولما اجي اكل نص الطاقه بتاعتي ما احسش ان انا قايمه جعانه ومقريفه، بالذات ان انا واحده اكيله والاكل عندي اكتر من ما هو شبع وكبس، هو مزاج. تخيلوا معايا كده، واحده زعلانه بتاكل، فرحانه بتاكل، مخنوقه بتاكل، فيها اللي فيها، برضو هي بتاكل، صاحيه بتاكل، نايمه بتاكل، والله العظيم ده حقيقي. بس الحمد لله ربنا قدرني ومن غير كمان ما احس، يعني انا ما حسيتش بحاجه. وكان من اكبر الاسباب اللي كانت بتخليني حتى لو صايمه 24 ساعه ما اخسش ابدا، هو اني اصحى من النوم استنى اني افوق ساعه او ساعتين عشان احس نفسي ان انا جعت واقعد ادب. ده من اكبر الاسباب اللي ما تخليكيش ابدا تعرفي انك تخسي. قمتي من النوم نص ساعة كتيرك وتكوني قاعدة بتفطري، حتى لو هتغيري ريقك في الأول، مثلا هتقعدي شوية عبال ما تفطري، غيري ريقك الأول بمزايا، بكوباية لبن، بربع رغيف عيش أبو ردة بتاعنا العادي ده برضو على فكرة هو ده اللي أنا كنت باكله برضو، يعني ولا جبت عيش سن ولا عيش تخسيس ولا عيش بالشوفان ولا الكلام ده خالص. ربع رغيف عيش كنت احط فيه جبنه وامره على البوتاجاز واكله، بس كده. ده كان يعني اللي هو ايه، يبقى مثلا فاضل لي ساعه وهفطر واقوم واكله طقتي العاديه. ده بالنسبه لو انت هتفطري الفطار الشعبي اللي هو اجمد حاجه، اللي هو مفيش بعد كده. طيب لو انت بقى واحده اصلا بيجي عليكي ايام برضو زي كده بتفطري جبن، افطري كل حاجه عادي، الجبنه اللانشون الا الجبنه الرومي تقللي منها خالص على قد ما تقدري. وخدي بالك ان الفينو من اكتر الحاجات اللي برضو هتخليكي ما تخسيش. انا منعت المعجنات، منعت الفينو بالذات. بعمل معجنات في بيتي وكده في البيت بتاعي، بس مش باكل منها، بس مش باكل منها كتير. بس الفينو انا منعته خالص الصبح. ومن اكتر الحاجات اللي لو شربتيها الصبح وكفيلة توقف حرق يومك كله هي كوباية الشاي بلبن. ودي كانت بالنسبة لي صعبة قوي، لان انا كوباية الشاي بلبن دي اللي بتحييني، انت فاهماني؟ انا دلوقتي بشربه عادي، بشربه لان انا مبسوطة بنفسي كده. يعني انا خلاص، يعني انا ثبت على وزن معين، بطلع في كيلو كده او 2 كيلو انا بلعب فيهم، اللي هو ايه، طلعت كيلو نزلت كيلو، طلعت نص كيلو نزلته تاني، طلعت 2 كيلو نزلتهم تاني، ده لوحدي من غير اصلا انا ما اعمل اي حاجه. انا دلوقتي بشرب الشاي بلبن عادي، بس انت في الفتره دي لا، انت هتفصلي اللبن لوحده ده الصبح والشاي تشربيه لوحده في اي وقت. لكن الشاي بلبن اصلا بيوقف حرق الجسم. ده بقى بالنسبه للفطار. بعد ما هتفطري وهتعملي كل ده، انتي هتشربي الكوباية دي اهي، هتشربي الكوباية دي بعد الفطار، واصبري عليا هقولك الكوباية دي عبارة عن ايه دلوقتي. تعالي بقى للغدا. الغدا اللي انتي اصلا عاملاه في البيت، احنا ولا هنعمل بانيه المشوي جنب شوية سلطة ومعلقة رز، السمكة المشوية، واعمل اكل ليا مخصوص غير اكل البيت مخصوص، لا يا قلبي، انا ولا فيا مجهود اعمل كده ولا في ميزانية اعمل بيها كده. طبخه النهارده عامله صينيه بطاطس ورز وملوخيه، انتوا واخدين بالكم ان صينيه البطاطس والرز والملوخيه والفراخ معلقين معايا عشان هم دول اللي انا كنت عاملاهم النهارده عشان كده معلقين معايا. عملتي صينيه بطاطس ورز وملوخيه وفراخ زي كده النهارده. كنت بتاكلي ايه؟ كنت باكل طبق رز قد كده. لا، طبق الرز بتاعي نص الكميه. بتاكلي 10 معالق هخليهم 5، ال10 معالق دول كنت باكل جنبهم رغيف عيش، لا هخليهم 5 معالق جنب نص رغيف عيش، نص طقتك، نص الأكلة. النص التاني الفراغ بتاع المعدة المتبقي أنا هملاه بحاجات تانية، وهقولك برضو دلوقتي إيه. قبل ما هتاكلي وانتي بتغرفي الأكل هتكوني أصلا شايلة في التلاجة وعاملاها، أنا ممكن أقوم أوريها لك دلوقتي، بس أنا مش عاملاها عشان بخس، بس قسما بالله أنا خدت عليها، والله العظيم فرقت معايا في صحتي وفي جسمي، مش قادرة اقولك قد ايه، ده بجانب الفيتامينات اللي قلتلك عليها قبل كده. ها،
بجانب الفيتامينات. ما تستخسريش في نفسك ولا تبخلي على نفسك ولا تنسي نفسك. هبقى احط لكم الفيديو برضو اللي انا قلت فيه الفيتامينات دي. هي ايه بقى؟ هي علبة سلطة طماطم قليلة من غير حياء خالص محطوطة في التلاجة. علبة السلطة دي بعملها بتاعة 3 أو 4 أيام، مش بزود عن كده عشان خاطر ما تبص مني. بعمل ايه؟ وانا خلاص واقفة في المطبخ بغرف الأطباق اللي احنا هنتغدى خلاص، بغرف. بعمل لي بولة سلطة كده معصور عليها نص ليمونة، وباكلها زي الدواء اللي قبل الأكل بالعافية. أنا أصلا واحدة ما بتحبش السلطة، ما بحبش السلطة الخضرة خالص، بس أنا خدت عليها حاجة كده بتنزل تبردني، بترطب على قلبي، بتعجبني. وفي الشتاء كمان عشان ما تبقاش ساقعة قوي بطلعها قبل التلاجة بشوية، يعني قبل ما اكلها بشوية بصراحة، لأن بتخلي اسناني كده مش قادرة. بقوم غرفة البولة دي وحطها على جنب، وانا بغرف الاكل اروح عصر عليها نص ليمونة واكلاها كلها. كوباية المية بتاعتي واحط الاكل بتاعي اكل. بس وانا باكل، انا وانا باكل كنت اول حاجة ادخل عليها لو في محشي ادخل على المحشي. مش قادرة، نفسي رايحة للمحشي، عايزة اكل. انا حريقة نشويات. ادخل على العيش، ادخل على الرز، لا، هاكل كل الكلام ده بس امسك النايب بتاعي الاول اخلصه كله، اللي هو اذا كان حتة الفرخة، اذا كان حتة اللحمة، اذا كان البانيه، اذا كان السمك. بس بصي، انت مش هيبقى بمزاجك، والله العظيم ده هيبقى غصب عنك. هتلاقي نفسك مش قادرة. انا شبعت نفسي. عارفة كده اما تقفي على البوتاجاز وانت بتعملي الاكل وتفضلي تلقطي وتدوقي تلاقي نفسك خلاص مش قادرة تاكلي بعد كده؟ هو هيبقى نفس النظام ده. هتلاقي جيتي بعد كده بتاكلي الرز على البطاطس ولا الملوخية، انا مش قادرة اكل المحشي، كلتلي صباعين بس ولا 3 ومش قادرة والله اكل. فهنا بقى اصبح ايه؟ انا بضحك على عقلي، انا بضحك على نفسي. بدل ما ابقى راسمه لنفسي نظام غذائي ومتضرره ان انا امشي عليه، لا، النظام الغذائي هو اللي بيترسلي وبيترتب لي لوحده. دي حاجه. الحاجه اللي بعدها، قللي دهون شويه. قللي دهون. معلقه السمنه اللي بتحطيها في الاكل خليها نص معلقه. الزيت اللي بتحطيه خليه نص الكمية، والله العظيم في أكلك كله، مش ليكي انتي بس، لا. احنا اتفقنا ان احنا مش بنعمل أكل مخصوص عشان الكلام ده، عشان يفرق في صحتك انتي كمان وصحة اللي في البيت معاكي، صحة أولادك. حقيقي لما قللت الدهون بتاعت أكلي بقيت بتنفس كده. أنا كنت الأول من أقل كلام او من الكلام، لما اجي اتكلم تلاقي النفس بتاعي ايه كده، مش قادره، حاسه اني مشحره، في شحار كده، في شحار. عارفه انت الاحساس ده؟ اجي ابقى ماشيه في الشارع عرق بيكب مني من كل حته. ابدا، انا دلوقتي ولا عرق ولا شحار ولا مش قادره اكمل. عارفه انت الناس اللي تبقى مليانه غصب عنها، يا عيني، انا حاسه بيكم، لان انا كنت كده، كنت مش قادره من اقل حركه ومن اقل مجهود. دهون كتله دهون ماشيه على الارض متحركه. خففت مقليات، خففت آلية شويه. وبصراحه مع اني ما كنتش عايزه اقول لك الحركه دي عشان خاطر او الكلام ده، عشان انا عارفه بالنسبه لستات كتير هيكون حجه جامده قوي، بس اللي ساعدني كتير قوي في ان اخفف مقليات بصراحه الاير فراير. خطيره. انت لو هتحوشي من مصروفك وتجيبيها والله العظيم هتفرق معاكي قوي. بس دي مش حجه تروحي تقولي انا ما عنديش اير فراير، لا، انا هصبر بقى اما اجيب الاير فراير عشان خاطر اعمل الكلام اللي سهى بتقول عليه. والله العظيم عشان كده ما كنتش عايزه اقولها، بس ما ينفعش، لازم اقولك كل حاجه فرقت معايا، وكل حاجه حسيت ان هي ساعدتني في الكلام ده. بس يا اما الفرن معاكي شغال، الفرن ما اشتكاش. كنت انا عامله النهارده مثلا فراخ محمره، اروح عامله ايه؟ لا، انا بدل ما هحطها في الزيت وهحمرها في الزيت، فراخ محمره من بتاعتنا العاديه دي، ونرش عليها شويه دقه كده من فوق الوش، لا، بدل ما هحطها في الطاسه في زيت واحمرها،
بقوم دهناها السمنة او دهناها الزيت عادي، واحطها في الفرن على الشواية. هتتحمر تحميرة خفيفة من غير ما تكون مرغرغة زيت، تمسكيها تنقط منك زيت وتخلي ايدك دي ما شاء الله عليها كلها زيت. كنت بعمل كده بقى في الاير فراير، ادهن واحطها تاخد وش. هي الشواية عندك بديلة للاير فراير في كل حاجة. البانيه جاهز، الستريبس بس الجاهز بقى، الجاهز اللي هو بيتباع اصلا في اكياس، اللي هو بيبقى الطبقة بتاعته الكريسبي، عارفاه ده؟ ادهن زيت وادخله يتحمر في الاير فراير. السمك بقيت اعتمد المشوي والصينيه اكتر، وحبيناه بقى وحسينا، انت عارفه ان هو ايه، يا ده خفيف. ومش هقولك ايه، مش هقولك ان انا منعت المقليات، لا، بس ايه، مرتين مشوي ومرتين في الفرن، قدامهم مره مقلي عادي. انا قلتلك ان انا ما غيرتش ولا حرفت اي شيء في اكلي، لا، انا ياما واحده بتشتغل ولا كان ليا خلق ان انا اعمل اكل لنفسي مخصوص، لا، ده انا واحده ممكن تقف وهي تاكل وهي واقفه على رخامه المطبخ لو وراها حاجه، فهفضل اقعد ارسم لنفسي اكل واعمل لنفسي اكل مخصوص؟ لا، ده انا ما بعملهاش للعيال. الكلام بقى ده مش هيفرق معاكي انتي بس، لا، ده كمان هيفرق في صحه عيالك. يعني حتى لو عيالك متعودين على المقليات اكتر، لا، انتي بصوا، ده انا عملت لكم ايه النهارده، ده السمك صينيه، ده البطاطس النهارده مهروسه كده، نحطها في سندوتشات ونحط عليها سلطه، حبوها معايا، ونحط عليها زبده او سمنه بلدي، حاجات تكون مغذيه اكتر من البطاطس المقليه والفراخ المقليه والبانيه المقلي والكبده بالرده المقليه. ايه لهوي، ده كان موال تاني وحوار تاني. انا والله العظيم جه عليا فتره بقى بعد ما عودت نفسي على المشويات وعلى الحاجات اللي في الفرن، لو كلت كام يوم، يومين 3 حاجات مقليه ورا بعضها، او مثلا صينيه كبده وفيها زيت او سمنه والكلام ده، كنت اقول انا مش قادره، حاسه ان في حاجه طابقه على نفسي، في نفسي، في حاجه كاتمه على صدري. والله كنت اهزر كده مع ايه اللي اتكلم معاهم يعني، واقول لهم ده انا بقالي كام يوم باكل في مقليات وزيوت، حاسه ان اللي هيعصرني كده هينزل مني ازازه زيت. الموضوع انا حسيت بفرق هنا، الفرق انا حسيت بيه، انا حبيت نفسي وانا خفيفه كده، خفيفه وقادره اتنفس، وحسيت كده ان الله الحياه حلوه. ايه اللي انا كنت فيه ده؟ كنت لما اجي اعمل عدس اصفر، انا بحب العدس الاصفر، بس بحب افته، بحب اعمله فته. يعني كنت امسك لي رغيفين 3 عيش وكنت اقطعهم واسقي العدس. لا، انا دلوقتي رغيف عيش عشان انا بحب الفته، اروح مقطعه، لا وعن شرط كمان، طب خدي التقيله بقى، انا كنت بفته، بعمل فته، اقطع العيش واحط العدس، والعدس اكون حاطه فيه شعريه، واعمل لي من فوق طشه مخصوص توم بالليه بالخل، وعن شرط انا بحب احمر الليه اصلا في زيت وسمنه. طب والله العظيم انا بعمل كده دلوقتي، طب والله انا بعمل كده بس بسيط. يعني مثلا حته ليا صغننه كده، هي مغذيه، بس الشيء زاد عن حده انقلب ضده، دي حاجه كده خلينا متفقين عليها. جري طريقي على العدس. جو ساقعه عايز عدس، احب اعمل لي كده ايه، كنت الصينيه بقى، اضحكوا عليا، انا ما كنتش بعمل لنفسي طبق، لا، انا كنت بعمل لنفسي صينيه البايركس الصغيره، اقطع فيها العيش واسقي عدس، واروح عامله لي طشه من فوق تومه بخل بالليه، واقعد بقى اكل، والبصل والليمون المخلل والزيتون والشطه وقرن الفلفل الحامي، ودوس يا معلم، اكيله بقى، انا واحده اكيله وصاحبه مزاج. بعمل ايه دلوقتي؟ بفت رغيف العيش، ولو حسيت بعدها اني جعانه بغرف لي شوربه بس من غير عيش، خلاص، هو ده كده تمام وزي الفل. اصلا والله يعني بعد ما باكل الرغيف بالعدس ما بحسش ان انا جعانه، لان اصلا بكون مشبعه نفسي بالسلطه بالميه. لا، وبرده اللي ساعدني اكتر ان اخس، كنت بعملها بعد الغدا، الكوبايه دي سحر، دي كانت عامل مساعد، ساعدني ان احرق. انا كان الدهون بتخرج مني، انا كنت بشوفها، انتوا فاهمين طبعا،
يعني دي كانت بتخلي الدهون تخرج تنزل. وبسبب الكوبايه دي لو كنت النهارده افورت وكلت حاجات فيها دهون شويه ابقى عارفه ان انا طول الليل هينزل مني دهون. قبل ما اقولك ايه هو ده، تعالى اقولك ازاي تخسي من غير ما تلاقي فيه رهرطه، من غير ما الجسم يدلدل، من غير ما يبقى فيه دراعات كده، من غير ما يبقى فيه بطن نازله، من غير ما يبقى فيه هنا كتير كتير كده نازلين. تعالي هقولك ازاي سيطرت على كل ده، والله العظيم بحاجتين كده بسيطة خالص صغننين انت مش هتتخيليهم اصلا. وعن شرط برضو، انا والدة مرتين قيصري، ماشي؟ يعني انا لو اعرف هوريكم، بس انا والدة مرتين قيصري. يعني حتى لو انت عندك بطنك مرخية من بعد الولادة القيصرية هتعرفي تسيطري والله العظيم. بصي يا ست الكل، ركزي معايا. تعرفي وانت ماشية في الشارع، نازلة تجيبي طلب، رايحة تجيبي العيش، رايحة السوبر ماركت، نازلة تجيبي الأكل بتاعك، وانت بتتمشي، بلاش المشية المرخية، بلاش مشية البطة، بلاش. تعرفي تستبدلي المشية دي بمادة سريعة شوية وانت عاملة كده، والله العظيم زي ما بقولك كده دي لوحدها رياضة. بص انا مش عارفة انت، انا مش عارفة اجيبها لك ازاي. ابحثي كده وشوفي رياضة الهرولة. الهرولة دي عبارة عن مشية سريعة، مادة، مش مش زي ستات كتير بشوفها بتجر في رجليها وبتجر في نفسها وماشية مشية البطة وسرحانة. لا، تعرفي انت تبقى المشية بتاعتك مادة مادة مادة، وانا بمد في الشارع وماشية بخطوة سريعة. انا عاملة كده، انا عاملة ايه؟ انا شافطة بطني، انا شافطة نفسي، انا شادة جسمي، والله العظيم زي ما بقولك كده. قسما بالله انت هتلاقي بطنك لزقت في ظهرك. الكلام ده عن تجربة، الكلام ده كل ده حصل وفرق معايا انا. ويا سلام بقى لو خليتي الطبيعي بتاعك اصلا وانت قاعدة في بيتك انك تكوني شافطة. بصي هو ده المفروض، ده الطبيعي. ما ينفعش اصلا، حتى لو انا فيا عيب بسيط في جسمي، وكلنا فينا عيوب وده عادي وده طبيعي، بس ما ينفعش ان انا ابرزه. ما ينفعش اكون قاعده عامله كده وماده، ما ينفعش. لا، هو المفروض الطبيعي اصلا ان انا ب... ب... ببقى لما نفسي قاعده لما نفسي كده كده. نفسي النفس ده كده، مش طالع كده، لا النفس ده كده كده اهو، قاعده شاده نفسي. عارفه انا في الفتره دي لما ركزت في حركه شد البطن، والله العظيم انا كنت اصلا اخدت على الوضع ده، وكنت ببقى عاملاه وانا نايمه على سريري، والله العظيم زي ما بقولك كده. لما رحت في لما رحت في ولادتي التانية عشان اولد، يعني لما كنت حامل وانا بتابع، لما رحت للدكتور وبيعمل لي سونار بيقول لي هو وانت بتلعبي رياضه؟ اصل عندي عضلتين في بطني، وده فعلا. والاسم كنت والده اصلا قيصريه قبل كده. وللعلم انا مش متجوزه رفيعه، لا، انا يا قلبي يا روح قلبي انا متجوزه وانا 92 كيلو. يعني انا اتصنف اصلا من المليانين، انا طولي 170، انا طويله. فانا كنت متجوزه اصلا وانا 92، يعني انا كنت مليانه. لكن انك تبقي ماشيه مرخيه، قاعده مرخيه بتربي دهون يا ماما، عارفه قعدتك المرخيه ده كده، دي بتنزل كده، ومع نزول دي بتلاقي الحتتين دول من ورا اتملوا دهون ونزلوا دلدلوا كده. مع دول انت بتلاقي ده طلع وعمل كده، خلاص ده كده شكرا، اتطبقت في بعضي واتدككت، وبقى عندي من هنا دهون وتكتلات. ده غلط. والدراعات بقى وكل ده، عارفه مشيتك دي انت انسي ولا دراعات، مفيش ابدا. يعني هتلاقي جسمك ده اتشد، جسمك بقى مشدود، ولا ظهر ولا بطن ولا من هنا ولا السمانه، لا هتحسي فيه شده، مش شده اللي بيلعبوا رياضه بس، لا بقيتي مظبوطه. فاهماني؟ تخن بيضايق، تخن زياده عن اللزوم
بيضايق، بيتعب النفسيه، زي بالظبط الرفع زياده عن اللزوم. كل اللي انا قلته لك ده وكل اللي انا بعمله ده، ما بعملش اي حاجه اكتر من اني باخد بالي من نفسي ومن شكلي ومن صحتي. انا بظبط نفسي بس. زي ما بيكون كده عندنا تركيز في الحركة اللي بتطلع من عيالنا، في النظرة اللي بتطلع من عيلك، في الكلمة اللي بتطلع من عيلك، في التصرف اللي بيتصرفه عيلك، تركيزك برضو لازم يكون في نفسك، في شكلك، في جسمك، في صحتك أولا. ده عشان دوت ناس كتير قوي ناسية ستات كتير قوي ناسية نفسها وناسية صحتها خالص. وانا باخد بالي من صحتي، باخد عامل واحد بس مساعد، اللي هو ده ايه بقى؟ ده شاي رويال. ده شاي رويال انا بجيبه طبعا ده مش اعلان ولا حاجه عشان ما فيش واحد تطلع تقول لي انت عامله الموضوع ده كله عشان خاطر اعلان. لا، انا ربنا يشهد على كلامي، انا بتكلم عن تجارب مرت عليا. شاي رويال اكتر حاجه انا ارتحت عليها في التخسيس، وفي نفس الوقت ما جوعتنيش، لان انا جربت الجنزبيل، جربت القرفه، والجنزبيل والقرفة على بعض وعليهم ليمون، يا خبر ابيض. سيبك بقى من الحرقان اللي هو بتاع المعدة، لان الحاجة كانت بتنزل اصلا على معدة مش مليانة قوي، بيجوعوا بشراهة، فهماني؟ فتلاقي نفسك ايه، مش بيفقدوك الشهية، ده بيفقد الشهية شوية، بيفقد الشهية، وبيخليكي لو حتى وده برضو خلاص، انت طالما خدتي القرار مع نفسك انك هقلل دهون، هاخد بالي من صحتي، هعمل هسوي، لو فلتت منك مرة هيوريكي الدهون اللي نازلة منك بس. فده اكتر حاجة انا ارتحت عليها. مرتين بس في اليوم، مرة بعد الفطار ومرة بعد الغدا، بس على كده. بالنسبة بقى للعشاء بتاعي، كان هو تقريبا نفس الفطار في الجبن، اللي هو ايه، حسيت نفسي ان انا جعانة قوي عايزة اكل، بعمل لي نص رغيف عيش فيه جبنة، جنب خيارايه، جنب جزرايه، فاكهايه عندي. حسيت ان انا جعانه وعايزه اكل، ممكن اسلق لي بيضتين واكل جنبهم نص رغيف عيش، فاهماني؟ بس هي اكتريتها بتكون ايه، الجبنه القريش او الجبنه البيضه العاديه، في نص رغيف عيش، جنبها كوبايه الشاي. قللت شويه سكر، يعني السكر بتاعي قللته شويه. ما انا مش بقولك بقى انا بقيت اهتم بصحتي، فاهتمامي بصحتي هو اني اشوف كل ما هو هيعود عليا بضرر ومش هعمله. السكر ضرر، فقللت النص، 3 معالق نخليهم معلقه ونص، او حتى معلقتين، خليهم معلقتين، وانت تدريجيا هتلاقي نفسك بقيتي تقللي، مش بتشمئزي من السكر. يعني انا بعد ما كنت بحط في الشاي بلبن 4 و5 معالق، جيت دلوقتي اجرب، يا لهوي ايه ده لو حطيت مثلا، لو حطيت معلقتين وانا مش واخده بالي، جم معايا معلقتين مثلا بدل معلقه ونص، يا لهوي انا كنت بشرب ازاي 3 و4 و5 معالق. ايه اللي انا كنت بعمله في نفسي ده؟ كانت بقى بشرتي دي مش صافيه، بجانب كمان ايه، يعني هو بجانب الدهون وكل اللي انا بعمله ده كان عايد مش على جسمي من جوه بس، لا، بشرتي كده كنت تحسيها دايما بهتانه، مش صافيه، تعبانه، مرهقه، يجيلي دوار بصفار. عارفه انت لما تشوفي الدنيا صفرة ومره واحده تحسي دوار معده بقى، ما هو من كتر العك والقرف اللي عماله باكل فيه. ساعات مثلا لو عندي بقسماط، عندي فايش، عندي باتون ساليه، الحاجات دي كلها بفضل ارقط فيها كده. يعني بالليل ده هو وظروفه، مش جعانه، مش حاسه اني جعانه وخلاص قربت انام، بكتفي بالجزرايه، بالخيارايه، ممكن اعمل لي طبق سلطه بس كده واكله. انا بقيت بحبها جدا والله العظيم، بعد ما كنتش بطيء بس شكلها، لان لو احنا صغيرين كنا بنتجبر ناكلها بالعافيه. انت عارفه الحاجه اللي بتبقى ايه بالاجبار دي، بنكبر على اننا ما نحبهاش اصلا. لا، انا حبيت حاجه كده بترطب، بتطري على قلبي، جنب بقى العيش المتأمر بالجبنة، الحاجات اللي هي تفتح النفس دي. ده من ساعة كمان ما أكلي خف وانا تركيزي نفسه بقى عالي، بقيت مصحصحه لنفسي كده، زي ما بيقولوا ايه، الواحده لما بتاكل بتكون متيسه، عامله زي التيسه. بصي الملخص ان انا صحيا، جسمانيا، عقليا، فكريا، كل حاجه بقيت احسن، مبسوطه بنفسي، راضيه عن نفسي. ممكن ما اكونش خسيت للدرجه اللي هي، بس اني نزلت 33 كيلو ده يعتبر انجاز.
انجاز لانهم بلا رجعة. ده الاهم. دلوقتي انا سايبة نفسي لكن مش بالحد الاولاني اللي كنت حرفيا فيه اصلا ما ببطلش اكل. لا، انا ما بقتش اقدر اصلا اكل كميات الاكل اللي انا كنت باكلها في الاول. وخلاص انا بقى متابعه نفسي زي ما بقولك كده، كيلو يطلع كيلو ينزل، 2 كيلو بلعب في ال2 كيلو، يطلعوا وينزلوا كده. بعرف نفسي ان انا ثابته. بس الشاي الاخضر انا خدت عليه جدا، يعني ده بقى اساسي في يومي اصلا. بحس ان هو ايه، حتى لو كلت شويه خليني كده خفيفة. بينزل اللي انا اكلت كله، بيخليني خفيفة كحركة وكجسمي، بيخليني ما احسش ان انا مكتومة. بس فانا حاليا ثابتة عشان لما خسيت بطريقة صح من غير ولا نظام غذائي. بس كده، هو ده كان كل التفاصيل وكل حاجة بالملي انا مشيت عليها. يا رب يكون الفيديو فاتكم، يا رب يكون المعلومة وصلت، يا رب تكوني اتشجعتي انك تنفذي وتبدأي فعلا من بكرة. اي سؤال او اي استفسار او اي رغي قولوه في الكومنتات وهتلاقوني انا معاكم بساوند على طول. بس كده، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، وانتي احسن حد في الدنيا كلها. ويلا سلام.